الدوري الانجليزي راجع 15 اغسطس، والليجا الاسبانيه راجع 15 اغسطس برضه. اما الدوري الالماني راجع بعديهم بيومين 17 اغسطس. انما بقى الكينج النجم الحقيقي صاحب المواعيد المظبوطه والماتشات في مواعيدها والمؤجلات لا، الدوري المصري راجع للشاشه والملاعب. عوده الايجيبشن ليج. انا حنان عمر and this is قطايف ولطايف. رابطه الانديه المصريه المحترفه اعلنت رسميا عن بدايه الموسم الكروي الجديد يوم الجمعه 8 اغسطس. ايه النشاط ده كله يا رب؟ المره دي الدوري هيبدا بدري قوي، جدول معمول بالذكاء الاصطناعي، ماتشات معروف مواعيدها من دلوقتي، ولائحه كل الفرق مضت عليها، يعني ما حدش له حجه ولا ظرف قهر. المهم الجدول نزل من هنا والنكش بدا على طول من هنا. الاهلي يقصف جبهه ويحط زيزو على بوستر ماتش الديربي، فالزمالك يرد بصوره قمه الانسحاب من غير زيزو ويقول لهم بس ابقوا تعالوا. طب وبيراميدز في تركيا تركيز وفتره اعداد، وشكلهم كده جايين جد السنه. وطبعا ما ننساش الثلاثي الصاعد، كهرباء الاسماعيليه ودجله والمقاولين العرب. واكيد مش محتاجه افكركم ان احنا ما كانش عندنا هبوط عشان الدوري بتاعنا استثنائي ومش زي الباقي. الجمهور مستني منافسه قويه بعد صفقات الاهلي الجديد ومشروع الزمالك مع جون ادوارد وطموح بيراميدز اللي دخل في الجد، بس الجمهور مستني نجم الاثاره والاكشن في الدوري. خناقه الحكام يا جماعه، اصل البنا اهلاوي وامين عمر مش مقتنع ومحمود عاشور مش عارف يرسم خطوط الفار، واحنا بنحارب دوله وجو المؤامرات بتاع كل سنه. والاهلي ليه ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ والاحتواء من الاحتواء ده، غير طبعا الفرق اللي بتلعب في عز الشمس وفرق تانية ما بتلعبش اصلا الا بالليل. والتعليق وحشنا والله الكشف والكوالين، ذا ماستر اوف سسبنس وعملوها تاني. باختصار مهما كانت دراما الدوري المصري هنفضل نحبه وهيفضل على قلبنا زي العسل. حاجه كده زي حسين فهمي لما قال للسقا في فيلم مافيا انت بتحب والدتك عشان هي والدتك مش عشان هي اجمل ست في الدنيا. وفي الاخر لو خيرونا اتفرج على ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي ولا اتفرج على ديربي القناه بين المصري والاسماعيلي، هختار ديربي القناه طبعا. السكريبت ما بيقولش كده على فكره. لا يا جماعه، ديربي القناه بيعجبني اكتر. انا حره، ده صنع في مصر يا جدعان. واشوفكم في قطايف ولطايف جديده. سلام.